مكوى ياباني غير اي مكوى تاني. المكوى هنا في كوكب اليابان الشقيق مختلف عن اي مكوى احنا شايفينها بتاعتنا كده في بلادنا. المكوى هو الدولاب ده مش تلاجة مش فريزر، دي مكوى ياباني. ياباني. ايوه بص مكوى ياباني. بصوا تحطوا الهدوم هنا، بصوا المنظر اهو. شايفين المكوى الياباني ازاي بتشتغل؟ وريهم كده، وريهم. ايوه ادي شايف المكوى الياباني. ايوه تعالى كنتارو. ازاي بتشتغل يا رجاله؟ بتاخد الهدوم بتاعتك من الغساله، تاخدها تعلقها هنا. ادي اهي هدومك، جزمتك، بنطلونك، ترمي الجزمه كده، تعلق هدومك هنا. شوف في كام بقى واحده، وتقفل يا باشا. خلاص كده هتفتح هتلاقي الحاجه كلها مكويه ومتظبطه وكلها بالذكاء الاصطناعي. انت مش محتاج تقول له اي حاجه، انت بس بتحط الحاجه. ادي اهو. لو انت مثلا حاجه بسيطه، تعالوا اوريكم كده المنظر بتعمل ايه. بصوا تقعد تهز كده، تهز تنضف لك حاجتك، تكوي لك البدله، تكوي لك البنطلون، تظبط لك الجزمه وتنضفها لك وتظبطها لك وتحط لك البنطلون بتاعك وكل حاجه. لان هي مكوى ايه؟ 100. مكوى ايه؟ ياباني. مكوى ياباني. غير اي مكوى تاني يا جماعه. الموضوع سهل جدا جدا جدا. تحط حاجتك بالذكاء الاصطناعي يا جماعه، بيعرفوا على طول الخامه اللي انت حاططها ايه، ده قطن ولا صوف ولا بوليستر ولا ايه بالظبط، عشان يعرفوا كميه السخونه وكميه البخار اللي هم هيحطوها عليه عامل ازاي، وكميه الهزهزه قد ايه ومحتاجه وقت قد ايه، عشان ما يحطوش حاجه بتتنشف في 3 دقائق وبتتكوي في 3 دقائق ويحطوها على ساعه. لا، كل حاجه بالذكاء الاصطناعي بيعرفوها في ثواني معدوده. وكل التكنولوجيا دي شغاله بانك انت شايفين ميه بتطلع بخار وتنظف كل حاجه، وكمان فيها انتي بكتيريا. يعني اي حاجه بتحطها هنا بترمي. شايفين هنا اول ما تفتحها هيقول لك ان هو شايفين في حاجات بتبقى للميه، وهي ميه مليانه وانتي بكتيريا كمان، عشان اللي انت بتحط، حطيت بقى جزمه، حطيت حاجه، يبقى تمام وتعرف انك انت لابسها اكنك كنت حاططها في يعني غرفه العمليات في المستشفى. بقت ما فيهاش بكتيريا تماما، لان المكوى الياباني مكوى ياباني 100. 100.